سلام الله عليكم أحبتي الغاليين، المجد لله وللرسل وللأنبياء وللكتب السماوية، المجد للشخصيات النورانية التي أثمرت على هذه الأرض المحبة والسلام والأمان، المجد للإنسان العظيم الذي يرفع راية الحق أينما كان. بهذا اليوم الجميل والمبارك، يوم واقعة غدير خم التي أتمت بين النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد وآل محمد، وبين الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. عرفت البشرية، والبشرية كانت تعرف المحبة والسلام والأمان من خلال الرسل والأنبياء، وزادت معرفة في هذا اليوم، عرفت أعدى الوصية يندلها الجبين الإنساني، فعرفت العدل والإنصاف ونصرة المظلوم، فعرفت الفصاحة والخطابة والبلاغة والضحك الروحي. من ذاك الوقت لليوم، ألم يقل السيد المسيح عليه السلام في الأناجيل الأربعة عندما خاطب قوم النبي موسى عليه السلام فقال لهم: لم آتي لأنقض تعاليم موسى أو ألغيها، إنما جئت لأعطيها معناها الكامل والحقيقي. ألم يقل النبي محمد عليه الصلاة والسلام: إنما جئت لأتمم مكارم الأخلاق. هكذا الرسل والأنبياء والشخصيات النورانية يأتون ليتممون ما قبلهم، فهم يد الله في الأرض، هم مكللين بالمحبة والسلام والأمان. أحبتي، لقد تسابق الأدباء والفلاسفة والحكماء في مختلف أصقاع الأرض وفي كل زمان ولليوم في مدح علي بن أبي طالب، في التعمق في الروح والنبل والخالق. فيقول ابن بلدة بشري الجميلة في لبنان الحبيب الأديب جبران خليل جبران: إن ابن أبي طالب أول عربي لازم الروح الكلية، فحاورها وسامرها وجاورها، أول عربي تناولت شفتاه صدى أغانيها، فرددها على مسامع قوم لم يسمعوا مثلها من ذي قبل، فتاهوا بين مناهج بلاغته وظلمات ماضيهم، فمن أعجب به كان إعجابا موثوقا بالفطرة، ومن خاصمه كان من أبناء الجاهلية. مات علي شهيد عظمته، مات علي والصلاة بين شفتيه، مات علي وفي قلبه الشوق لقاء ربه، مات علي ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره، حتى جاء أناس من جيرانهم الفرس يدركون الفارق بين الجواهر والحصى. مات علي ولم يكمل رسالته كاملة وافية على هذه الأرض، غير أنني كجبران أتمثله مبتسما قبل أن يغمض عينيه في هذا العالم. مات علي شأنه شأن جميع الأنبياء الباصرين الذين يأتون إلى قوم ليس بقومهم، وأرض ليست بأرضهم، وزمن ليس بزمنهم، غير أنه يا علي لربك شأن في ذلك وهو أعلم. أحبتي، طوبى للإنسان الذي ينصر المظلوم ولو بالكلمة، طوبى للإنسان الذي يعدل على هذه الأرض، طوبى للإنسان الذي يفند الأمور ويكشف الأكاذيب ويريح الإنسان ويريح النفس المتعبة. طوبى للإنسان الذي يقرأ الأمور والحقائق عن قرب وعن بعد، ولديه الجرأة في قول الحقيقة. من قناتي المتواضعة هذه، نحن له أينما كان، من قناتي المتواضعة هذه، محبب على قلبي أنا شخصيا. يا رب السلام والأمان لبلدي الحبيب والغالي سوريا، سوريا الجميلة، سوريا اللطيفة. يا رب السلام والأمان لكل الدول العربية، بلد بلدي اللي هي غالية على قلبي. يا رب السلام والأمان لكل شعوب الأرض، من كل قلب وروح حانيتي بشكركم على طول.